لودي حنا منوره مصر ومنوره مهرجان السينما الليبيه في القاهره. اهلا وسهلا بيك. ثانك يو، ربنا يخليك. كلمينا بقى عن اعمالك الفنيه وحضورك المميز دائما واطلالتك الجميله في مهرجان النهارده. شكرا جزيلا. اخر اعمالي انا بصور هذه الفتره هابي هالوين، مسلسل هابي هالوين مع الاستاذه حنان مطاوع والاستاذ محمود عبد المغني، وقراءه بعض السيناريوهات وتحضير بعض الاعمال. أما بخصوص مهرجان ليبيا للإبداع، هذا الشيء طبعا يسعدنا ويسعد كل العرب أنه بدأ الوطن العربي في حراك، في يعني انطلاقة للفن، مو بس في مصر، في الخليج، في بلاد الشام، في ليبيا، قريبا همنا في سلطنة عمان. يعني دا أسمع كثير من الأخبار اللطيفة، وإن شاء الله يا رب يعم الخير والسلام والحركة الدائمة، لأنه إحنا كثير تعبنا، كثير هلكنا من هذه المشاكل اللي صارت السنين الأخيرة. خلينا ناخدك بقى للخبر المهم اللي بيهم الجمهور المصري خاصه والعربي. هنشوفك اخيرا في التلفزيون المصري. لا لا لا، استنى، انا عندي مسلسلات وافلام كتير في مصر. ممثلين مصريين. طبعا، أنا عشان انت مش عارف. انا مش عارف. طب كلمينا عن دورك بقى مع النجمه حنان مطاوع، خاصه بعد التألق الكبير اللي حققته في عود سخيه وسوق الكذب. بصراحة أنا مبسوطة جدا إن إحنا مع بعض في مسلسل واحد، وهي شخصية جميلة ولطيفة ومتعاونة. أما عن شخصيتي فأتركها مفاجأة، خلي الناس من تشوف المسلسل. قولي حنا، مين النجم اللي تتمني إنك تعملي دور البطولة معاه من الممثلين العرب أو المصريين في الفترة الأخيرة؟ الحقيقة كثير، لأنه في نجوم كثير ظهرت على الساحة الفنية خلال هذه السنين الأخيرة، كثير مبدعة وكثير عندها معطاء بالفن وبكل شيء. فأكيد في كثير، ما أقدر أقول شخص أو اثنين وأترك الكل. أكيد يعني بيبقى لك برضه طموح كفنان إنك أنت تقولي لا أنا كان نفسي أعمل الدور. أكيد كل النجوم الصف الأول نتمنى إحنا كممثلين إنه نشتغل معاهم. لودي حنا بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التألق دايما. ربنا يخليك، شكرا.